بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله بإذن الله أطلع معاكم يعني على فترات عن حل مباريات الدوري المصري ومباريات أفريقيا، وهنتكلم عن الوادي الجديد هنا برضه، مراكز الشباب والقسم الثالث إن شاء الله بعد سنة القسم الثالث. طبعا احنا إن شاء الله بكرة عندنا الزمالك مع الترجي. طبعا الكل بيتمنى الزمالك إن شاء الله يكسب، جماهير أهلي وجماهير زمالك بيتمنوا الزمالك إن شاء الله يكسب، زي ما أنا بتمنى. أنا أتمنى، لما أتوقع صعب، أتوقع للأهلي. مع ذلك توقعت كتير يعني للأهلي، يعني في سنة من السنين الأهلي في أفريقيا كان لاعب مباراتين، كان عنده نقطة، وكانت الناس متخوفة إن هو يخرج. قلت لهم لا، الأهلي هياخد أفريقيا، والأهلي أخذ أفريقيا بالفعل. لا، لعيبة الأهلي بتديك انطباع إنك أنت تتوقع. لعيبة الزمالك ما تدكش انطباع نهائي، نهائيا، هي مش ممكن. لو لعب مباراة لعيب الزمالك، لو لعب مباراة فن والهندسة والكورة، تاخد 5 6 مباريات تعادل وهزيمة، عكس الأهلي ممكن يتغلب مباراة تلاقيه 5 6 مباريات بالمقارنة يعني في الماتشات. فالزمالك ما تقدرش. أنا أتمنى والله، أتمنى إن أنا أتوقع لي في يوم من الأيام. طبعا توقع لي، بس في وجود المسلوسي، في وجود محمد عبد الغني، في وجود لاعيبه يا اخوانا تلعب قسم رابع، مش ممكن، مش ممكن. انا مستغرب المدرب بتاع الزمالك، ايه اللي بتاخده من المسلوسي؟ ايه اللي بتاخده؟ لا بيدافع ولا بيهاي ولا بيعمل التغطية العكسية. بمناسبة التغطية العكسية دي 3 في مصر بيعملوها، أكرم توفيق وأحمد فتحي وأبو الفتوح. إنما المسلوسي مش ممكن. ده أنت حتى بص المشيته، بص الجريته، أنت المدرب ما عندكش تقييم أصلي، مش مع ده أنت، وما بتشتغلش، ما بتشتغلش عليه. يا ريت بتشتغل عليه في تمرين. ده المستوى هو كل مباراة هو. لا، أنت متخيل لعيب مصمم عليه مدرب لا عنده الناحية الهجومية ولا الدفاعية ولا حتى تغطية عكسية؟ امال في ايه؟ ايه اللي انت شايفه مش احنا مش شايفينه؟ يا اما انت بتوقف بتتفرج زيك زي اي حد، مش معقول يعني. لا، عمر جابر انا من الاول يعني انا بحاول اتمالك نفسي برضه. عمر جابر من الاول قلت لا، ده مدرب مش مركز يعني. خلينا في ايه، نرتقي بالكلام شوي. محمد عبد الغني، اللاعيبه دي ما بتهينش نفسها. اللاعيبه دي ما تعرفش ان مصر بتتفرج عليهم، والناس بتتفرج عليهم بس من الفضا يعني.
في الناس حب الكورة، حب الرياضة. يعني الناس دي محدش قال لها أنا مصر بتتفرج عليكم وإعلام. ده مفيش لاعب بيهين نفسه، مش ممكن. يعني انت لاعب بتاخد 15 و20 مليون، ايه اللي عايز؟ المسلوسي ده اقسم بالله العلي العظيم ما يلعب قسم رابع. يعني انت هتخلي الواحد ما يلعبش قسم رابع؟ ده هو محمد عبد الغني ولا أسامة نبيه. ده واد أسامة نبيه أول ما شفته ولعب ال10 دقايق ماتش الأهلي وأنا قلت لا، اقتنعتش بيه خالص. ما اقتنعتش بيه ليه أسباب، يعني مش ما اقتنعتش بيه نهائيا. شفت واد شفت سيف فاروق جعفر، قلت لا، ده لعيب كورة، ده لعيب كورة. انما اسامه نبيه لا، تحس انك انت معلش تحمل عليه الطوب. وبعدين اللاعب اللي يجي يمشي ولا مش ممكن، ولا في دماغه. في كور بتجيلك بتطلع 3 4 كور طلعوا في دماغه. جريته مسكته في الكورة، بص عليه، بص لما يخش يحدد ولا حياة لمن تنام. ما ولا الرؤية عنده. ما علينا. هو والمسلوسي محمد عبد الغني لاعيبة لا مبالاة. اللاعيبة دي ما بصتش للونش، ما شافتش الونش بيلعب ازاي ويهين نفسه ازاي. شوفش لعيبة الأهلي. الأهلي لما يلعب مباراة واتنين ما يكونش موفق وتيجي النتائج عكسية، بتبص تلاقيه أخد 6 7 8 ماتشات ورا بعض. اللعيب بيهين نفسه. إنها لا، دي مدرسة. الأهلي مدرسة في كل حاجة. الأهلي بيدرس مش بيعلم. يعني الأهلي لو بصيت تلاقيه بيدرس من البراعم للناشئ للكبير ازاي تاخد مركز أول، ازاي تلعب، ازاي تهين نفسك. بيقول لي بيتفرج عليك مصر، وطن عربي، إعلام. إنما الزمالك مش فاهم، بيقول ما حدش بيتفرج عليك أو ما حدش بيشوفكم أو أنتوا بتلعبوا مباراة مسجلة. يعني إحنا هنسجل مباراة وتشوفوها أنتوا بس، لأن اللامبالاة. أجي اللعيب طالع الشرط الفلن أنضف من هو نازل الملعب. و15 و20 مليون. أنتوا في اللعيبة ما تاخدش 15 جنيه يعني. بس هو الزمن اللي حطكم في المكانة دي، الحظ يعني. لأن أنت عندك 4 لعيبة، 4 لعيبة لو جبتهم وديتهم باريس والله يترفض، والله ما يرضوا بيه. المسلوسي، أحمد توفيق،
بيلعب في البنك الأهلي، مش ممكن برضه. نجاز، نجاز يلعب سلة برضه، مش ممكن تكون لعيبة مدير فني بيبص عليها يلعبها. لعيب اسمه محمد هاشم في الإسماعيلي يلعب باك ليفت. اللعيبة دي أنا لما ببص فيها 5 دقايق يعملوا له صداع، ما كملش لو شفت لعيب منهم. انت لو جيت عندنا هنا في البلد، اللاعب اللي بياخد 20 مليون احمد توفيق ده، 15 مليون. اللاعيبه اللي اخذت دوري مراكز الشباب، انا كلام بس بيخليني اسيب موضوع واروح موضوع تاني. لو جيت مراكز الشباب اللي لعبوا في استاد القاهره واخدوا بطولة الجمهورية، لعيبة لعيبة مش عارف، عايز اقول لعيبة بتدفع ولا بتدفع لمركز الشباب. لعيبة كورة، لعيبة كورة. احنا بس حظنا ان احنا في محافظة مش موجودة على الخريطة. لو موجودين على الخريطة كانت اللاعيبة دي لعبت منتخب مصر. تتخيل لو كل لاعب اخد مليون، ازاي لعيبة الزمالك اخد 15 و20 مليون؟ ما عشان كده بقول لك الاربع لاعيبة دول، ما لو جو مركز شباب باريس والله ما يرضوا بيه. باريس ليه؟ لان باريس عاملة زي الاهلي كده. في ايه؟ في حاجة يعني واحدة، مش محدش بس يعلق، إنها باريس ما تحبش الهزيمة نهائي، نهائي. باريس تعطيها إمكانيات مادية، واللاعيبة دي تيجي على ماتشات تلعب في ممتاز به، لأن باريس متكاتفة، يعني باريس متكاتفين. كابتن كرم عباس طبعا كل الشكر، شخصية محترمة. إن أنا كنت في باريس، فعشان كده بحكي لك مباريات كانت بره في الصعيد زي مباراة باريس. باريس مباراتها كانت كارثة على أي فرقة تيجي من الصعيد، من فرق الصعيد، كارثة. بس طبعا مع الوقت ومع الرياضة إن هي اتعدمت، ف ما فيش، مش زي الأول، إنما هتبدأ ترجع تاني. بس فأنا بتكلم على لعيبة وكل الشكر لمجلس الإدارة برضه، الاحترام والتقدير إن مهمة صعدوا بمركز الشباب. أستاذ علي عبد المعطي راجل محترم بيشتغل في صمت، يعني كانت حاجة مشرفة. يعني دي برضه إنجاز بيتحسب، إنجاز بيتحسب لمجلس الإدارة. ما هو طلع مرتضى منصور قال لك، بس مش عايز أجيب سيرته عشان ما أتنرفزش وأخرج خارج السياق، لأن لو جبت سيرة مرتضى مش لو جبت سيرة مرتضى منصور مش هتكلم كلمتين من الانفعال، فخليني إيه أسيبهم مرة تانية. بس فنتمنى إن شاء الله بإذن الله الزمالك ربنا يكرمهم بكرة ويكونوا رجالة ويهنوا نفسهم ويحسوا نفسهم كده إن هم يعني
شعب بيتفرج عليه. الناس بتتنفس، النفس بتاعها الرياضة. العبوا. انتوا مش المفروض تلعبوا، انتوا المفروض تنتحر في الملعب. لان مش هقول لك العب كورة، يعني مش هقول لك العب كورة، لان الكورة صعبة في الدوري المصري. العب كرة على، فاهمين احنا الكرة اللي على الأرض، العب كرة على الأرض، فاهمينها غلط، بنرددها وخلاص. والله بنرددها وخلاص. إيهاب جلال مدرب ممتاز، بس إيهاب جلال فيه إيه؟ مش هقول فشل، لا، إن مفيش مدير فني زي بقيمة إيهاب جلال أو بيفشل، ما وفقش. لأن الفرقة اللي بيمسكها عايز يلعب ال90 دقيقة كرة على الأرض. يا إخوانا الدوري اللاعب المصري ما يجيبش ربع ساعة على الأرض. وبعدين أنت كمدير فني بتبقى عارف عايز إيه من المباراة. أنت عارف عايز إيه من المباراة. أنت بتقسم المباراة، بتقسم المباراة على 3 مراحل. مرحلة بتبقى عايز فيها تحافظ، لو أنت متقدم تحافظ على ال3 بونت وتلعب على هجمة مرتدة إزاي في وقت معين، على لعيبة معينة عندك، إذا كان عندها سرعات، إذا كان جناح مميز. يعني أنت وبتقيس على اللاعيبة اللي معاك. لأن أنت كمدير فني بتلعب على إمكانيات اللاعيبة اللي معاك، مش إمكانياتك أنت. أول شيء تلعب على إمكانيات اللاعيبة اللي معاك. مش مدير فني حافظ مش فاهم. على إمكانيات اللاعيبة اللي معاك تلعب. إنما جيش أنت هاب جلال ال90 دقيقة كرة عليا، أنت حافظها بس. لا، مدير الفني إدارة مباراة، إدارة مباراة. المدير الفني إدارة مباراة. بكررها لأن في ناس كتير مش فاهمة معنى كلمة مدير فني. ليه بكررها؟ لأن في حاجة غريبة، يعني في لاعيبة كورة ومدربين، والمدير الفني ده ممتاز نفس الطريقة كده، ممتاز. أنا ما عرفش خلاص، أنا في الثواني دي أقول عليك كويس ما شفتش، بس فنيا لا، فنيا ما يديرش مباراة. طب امال كويس في ايه؟ احمال، لا، بصراحة بيوقف اللاعب على رجله. لا، احمال المدرب احمال 10/10، انما فني لا. والله اقسم بالله ببقى زعلان ان انا دخلت مجال الرياضة لما اسمع من لاعيبة كورة او مدربين بيقولوا كلمتين زي كده. هو المدير الفني طبيعي بيجيب مدرب احمال؟ هو الاهلي ايه اللي كان منجح وموقف اللاعيبه على رجلي من ايام ابو تريكه غير مدرب الاحمال؟ انا بنط من انديه لانديه يعني مع الفارق، بس بتبقى هي الاهلي ايه، كان مدرب احمال موقف على رجلي. كان ايام ابو تريكه يلعب ال90 دقيقه، ولو لعبت ال90 دقيقه تاني متواصله كان هيلعب. انما الزمالك كان في الناحيه التانيه ما كانش فيه مدرب احمال. تحس ان في غيبوبه، تحس ان الناس دي مش فاهمه، بالرغم ان هم لو بصوا على الاهلي بينجح في ايه. سهله، سهله. طب لعيبه الاهلي دي واقفه على رجلها ليه؟ ما هو في مدرب احمال. طب ما تشوف انت عندك. لا،
قيس على كده، ما في مرتضى منصور يعني. انت معاك مرتضى منصور، مش يا ريت حد يفهم مرتضى منصور. انت راجل قيمة وقامة، رئيس نادي الزمالك، انت رئيس نادي الزمالك. يا اما تحبسوه في المكتب، مفيش غير كده، تحبسوه تقفلوا عليه في الماتشات. مش ممكن. اقول لك بص للخطيب، لا يعني كلمة تقيلة لما اقول لك بص للخطيب، لان مفيش فرق، مفيش فرق. ممكن اقول لك بص لرئيس نادي ضهضة، يعني احنا مع احترامنا للناس، يعني الناس كلها محترمة والفلك كلها محترمة، والصعيد في تقدم، تقدم لتقدم، عكسنا احنا طبعا. فلا، ما اقولكش بص الخطيب، صعبة. مفيش فرق، ابقى راجل ما بقيمش صح. وان شاء الله هنا بالنسبة للمحافظة، طبعا بنبارك للنادي، بنصعد للقسم الثالث، وإن شاء الله ربنا يوفقهم بإذن الله. وإيه الناس يعني، إيه الناس الشباب عايزة إيه؟ ما فيش حاجة هنا غير الكورة، فيش حاجة غير الكورة. لما نلاقي النادي ونلاقي مركز شباب الساحة والشباب دول يروحوا يتفرجوا ويروحوا يبقوا مبسوطين إن إحنا ممتاز به. أيام الدكتور يسري يا سلام يا دكتور، أيام الدكتور يسري معاذ كان بيبقى الماتشات يوم عيد، المباراة بتبقى يوم جمعة، يوم عيد بالنسبة للمحافظة، ما بتعرفش الناس تقعد فين. بس كان الدكتور يسري معاذ، اللعيب اللي ما حضرش الدكتور يسري معاذ ما حسش ان هو لعب كورة. مش عايز اقول برضه كلام، ما حسش ان هو لعب كورة. وممكن اجيبها بطريقة برضه كويسة، احنا حضرنا الدكتور يسري، او اي حد حضر الدكتور يسري كلاعب كورة حس بقيمته. افهموا معنى الكلام، لعيبة الكورة تعرف معنى الكلام ده. اللي حضر الدكتور يسري ولعب في النادي حس بقيمتك كلاعب كورة. فإن شاء الله بإذن الله نتمنى، إن كان مركز شباب ولا إن كان النادي. وبعدين النادي كان بيلعب ممتاز به، إحنا هنا بنلعب قسم سابع، مش عارفين إيه القسم ده، لينا 5 سنين 6 سنين. مفيش مسؤولين، فين المسؤولين عن الرياضة؟ فين؟ ما تسألش، ما تسألش فين، ما تتكلمش. ده سؤال ما يتسألش من واحد لاعب كورة. يا اخوانا مركز الشباب كان السنة اللي قبل اللي فاتت تقريبا كان مركز ثالث. المهم كان فرق باين بيني وبين الأول 3 بونت 4 بونت. والله العظيم فيه ناس مسؤولة في المركز كانت بتقول يا رب ما نكسب. ده قالوا لي، أنا ما سمعتش. يا رب ما نكسب. ليه؟ لا هنروح فين في الممتاز به والمصاريف؟ ثقافة معدومة، معدومة. وناس ملهاش علاقة تماما بالرياضة موجودة في الرياضة.
حرام حرام، عايزين مسؤول يشيل. شيل. انت عارف كارثة. يا رب ما نكسب. هنعمل ايه في الممتاز؟ كارثة كارثة. نتمنى ان شاء الله باذن الله القرآن. في حاجة عايز اتكلم فيها برضه، حاجة مهمة. مديرية الشباب والرياضة، استاذ بقى مش هيتأخر يعني ان شاء الله، ولا المسؤولين. ان عندنا كوادر ممتازة في الشباب والرياضة، ناس ممتازة. استاذ محمد حبشي، استاذ محمود مسلم، استاذ ايمن البسري، استاذ محب، استاذ محمود حسن، وكيل الرياضة، كابتن أشرف عبد العزيز، ناس محترمة. أستاذ جمعة محترم جدا. كابتن محمد فكري منتهى الاحترام، مسمعش صوته، شغل في صمت. وعلى رأس المنظومة برضه أستاذ بهاء، ليك كل الاحترام. الناس دي تشتغل مع منطقة الكورة. تشتغل في ايه؟ انا لسه جاي لك. مدارس الكورة يا اخوانا، مسؤولين مدارس الكورة. 3000 مدرسة كورة، ولا فيش عيل بيتعلم، ولا فيش عيل بيتعلم. اقول لكم ان في، مش هقول عليهم مدربين، لا مدرسين. في مدرسين لها طريق. برضه عايز امسك نفسي شوية. لها طريق. الطريق ده ايه؟ يجي ينزل لي بتاع مدرسة الكورة، انا فلان الفلاني، انا لعبت في طلائع الجيش، لعبت في النادي الاهلي، لعبت مش عارف فين، لعبت فين، لعبت وقررت افتح مدرسة كورة. في براعم بتروح، عيال بتروح له يفتح مدرسة الكورة، تمام، ياخد من العيل 100 200، ما اختلفناش، ارزاق. انما الكارثة اللي بياخد من العيل، بيقنع العيل واولياء الامور ان انا اطلع الواد بره، هودي الواد انبي، هودي الواد المجاولين، هودي. عايز 10000. 10000 انت المجاولين، 16000 انت انبي، 8000 انت المحلة. واولياء الامور اللي يروح يستلف، واللي يبيع غسالة، واللي يبيع ثلاجة، ويديه الفلوس، يطلع بالواد. جنينة الحيوانات يقوم، إذا كانوا مجموعة ولا إذا كان واحد على حسب اللي يدفع عنده، يطلع يوم جنينة الحيوانات، اليوم التاني يروح المسكي والعتبة، اليوم التالت يوديه التمرينة، فرج على أي تمرينة، مركز شباب ولا الجزيرة ولا أيا كان يعني. اليوم الرابع ينزل بيه. إيه يعني؟
يا عم أولياء الأمور يسألوا فعلا الرجل ده مثلا رجل محترم، مش من البلد، محترم، معرفش ولدنا هيروح إن شاء الله يلعب في المقاولين، والتاني هيروح يلعب في إنبي ويدفع. في واد دفع 14,000 بيقولوا لي أقسم بالله عمل سلفة، وأطهم لواحد حرام ابن كلب والرمة. أنا والله ما كنت عايز أقول الألفاظ دي أقسم بالله، بس أنا زعلان على الشخص ده نفسه، إن ما كنتش عايز أطلع بألفاظ نهائي. إن الشخص ده أبوه اتداين وكان هيتحبس وشغلانة يعني، خد مني مع 16,000 جنيه. إيه يا عم؟ فجأة يا إخوانا مين ده؟ ده فلان الفلاني. طب ده فين؟ بيقلي طعمية، بيقلي طعمية، مع احترامي طبعا. ما بتكلمش على كان مطاعم، أي شغلانة يعني، أي شغلانة محترمة. طب ماشي يا عم، كل عيش، خد 100 جنيه من العيل، خد 200 زي ما انت عايز، زي ما يدفع طبعا. ولي الأمر عايز يدفع، وعلى قلب زي عايز يدفع، بيتعلم حاجة. بلاش أعلق، إن خليني بس إيه، خليني بس أتكلم وأتعامل شوية، لأن أنا طالع تعبان، تعبان طالع بالعافية. المدرسة الثانية، المدرسة الثانية بالنسبة للمدرسين، ياخد من العيل، والعيل ما بيتعلمش. أنا بتكلم لو عيل لو يتعلم أقسم بالله ما يشغلني. العيل ما بيتعلمش حاجة. بيعمل إيه المدرسة الثانية؟ يجيب العيل يصور، تعالى يا بابا على جنب، تعالى يا بابا شمال، تعالى يا بابا يمين، واعمل قناة واعمل فيس وابعت لماما والبابا. طبعا الأم غلبانة برضه، والأب يبص ادي الواد. الله حبيبي، الشرطة كان أصفر بقى أبيض. الله، مفيش والله، ما, ما بيتعلموش. واحد كان نازل تدريب مع مدرب، بعد ما خلص ركب السرفيس ومشى. الشباب والرياضة، كابتن أحمد زيدان، ما تقوليش أنا مش مسؤول، عشان أنا عارف كلمة أنا ماليش علاقة. دي الشباب والرياضة، دي مش عارف إيه، دي إيه، كل طبعا بيقول لا، أنت مع الشباب والرياضة. يا ريت يا زبهاء، أستاذ جمعة برضه، أستاذ أشرف عبد العزيز، لا، بص لمدارس الكورة دي. ده احنا جربنا ننزل مدرسة كورة إعلان في حي عين الشيخ، مدرسة كورة في حي 6 أكتوبر، مسكها فلان الفلاني، لعب في الإسماعيلي ولعب في المصري ولعب السي دي بتاعه. طالع بالعافية لأن أنا تعبان.
لأن في كلام أكتر من كده جاي. إنما مدرستين كورة إما اللي ياخدوا حقها. مدرستين كورة، مدرسة بنسبة نجاحها 90%، المدرسة التانية 50%، ما اختلفناش، بس أهي ماشي، عيل شغال وبتاخد. إنما 90% دي فيها نظام، فيها نظام. جايب مدربين، لاعيبة كورة، شغال بنظام، نظام جدا جدا، مخ إداريا وكرويا شغال وينجح أي مكان. في نظام في العيال، في نظام في التمرين، في نظام في التدريب، بيباشر. جايب كمية مدربين، بيباشر، بشر المدربين دي على طول. ومع ذلك العيل بيتعلم. الأول كانت العيال فيها صعوبة شوية، لا بعد كده العيل بيجي يتعلم، في انضباط وفي نظام وفي. هي مدرسة الكورة دي هقولها يعني، بس هقولها بعدين عشان في حاجات تانية أشوفها يعني هضيفها. إنما مدارس الكرة التانية لا، لا، شوف رقاب، حطوا، اعملوا انضباط، اعمل انضباط على مدارس الكورة دي. مش هنقول ما لا، سيبهم ياكلوا عيش، ما, ما مش هقول لك سيب اللي ياكل عيش ياكل عيش، بس قول لي ما تتعداش 1 2 3، ما تتعدهمش. ما تتعداش دول. وشوف انت اعمل العيل 50 جنيه ولا 70 جنيه وكل عيش، مش. انما ما تسيبش كده، ما تسيبش مدارس الكرة كده، لا، ما تسيبش مدارس الكرة كده. لا، اشرف يا زبهاء على مدارس الكرة دي. شوف 3000 مدرسة كورة، من العيال ما فيش، ما بيتعلمش حاجة، مش ممكن. هلاقي واحد من السيرفيس بيخلص التمرين ركب السيرفيس ومشى، ومدرب جايب مش عارف واحد في اولى ثانوي، وجاب واحد بتاع السيرفيس، وجاب ايه ليه ده؟ ايه التهريج ده؟ لما هي كده كده مفيش كوره الغيها، هي ملغيه طبيعي، بس اعمل انضباط، بالاخص للبراعم، اعمل انضباط للبراعم، وخلي الشباب بيشتغل الدورات. كابتن احمد سانوسي او مسك برضه معك كوادر ممتازه، ياسر مصادق، حفظ الالقاب محمد مرزوق، بس يدوه البراح شويه لان مخنوق شويه، خنجينه، رغم ان لو سابوها ياخدوا شغل. ادوا للناس دي، خدوا منها شغل، خدوا من الناس دي شغل هتاخدوا كتير. احمد العسوي، الناس بتاعت الرياضه سيبوها، ادوها بالمشاريع، بالدورات، شغلوا الشباب، شغلوا الشباب بدل ما يروح يسمع اغاني، بدل ما يروح في طريق مش كويس. شغل الشباب دي، خليه يشتغل على طول. هو المتنفس الوحيد الرياضة، لعب الرياضة، بدل ما يروح يسمع لحمو بيكا وحسن شاكوش
وحسين مرزبة شغلانة يعني. أنا مش فاهم. أنا لاعب الكورة يروح يسمع لحسن شاكوش. إيه يعني؟ إيه يا عم يروح حفلة؟ أنا ناس بتخش الحسن شاكوش ده حفلة، خلوني أخرج يعني. للدرجة دي في الشباب مش موجودة معانا. للدرجة دي في الناس كده خش في حفلة، قال الحفلة القاعة مليانة حسن شاكوش. يخرب بيوتكم، ده هو نفسه مش عارف بيقول ايه. هو نفسه ما يعرفش بيقول ايه. ما علينا، مش هنخش في شاكوش ومرزبة بقى. ادي للعيال، دخل العيال في المجال الرياضة. واحب بالنسبة للناشئين اوجه الشكر لعلي سلكة وباسم اسماعيل. لا، مطلعين براعم إما بنفسهم. والله شغل يعني، لا إدارة قالت لي ولا حد قال لي. إما إنهم لاعيبة كورة وحابين المجال. يعني النهاردة علي سلكة ماسك اللعيبة اللي أنا كانت معايا في الظهور، لعيبة ممتازة. ده لو حافظوا عليه من النادي هم مستقبل الكورة. مستقبل الكورة كانوا معايا في الظهور واديتهم لعلي وعلي ما سابهمش. يعني مثلا تلاقي الدوري بتاع 2007 ماتشين، مباراتين. حد يسمعني يقول ايه المدرب العبيط؟ ايوه يقول كده يعني. مش ايه ماتشين دول؟ اقول لك ماتشين رايح وممكن ما فيش جاي، وممكن تلعب جاي ما فيش رايح. طب مين اخذ الاول؟ ما نعرفش. مين اخذ الاول. طب الدوري خلص قبل ما يتلعب. ايوه خلص. تلاقي مثلا خلاص الدوري خلص، العيال دي تروح في الشارع. هو الدوري خلص ايه؟ ما فيش دوري يعني. تلاقي علي سلكة ما سابش العيال تمرين، يوم والتاني يوم والتاني يوم والتاني يوم والتاني. العيال بتمارس رياضة لحد ما يجي يوم من الأيام ربنا يفرجها على المحافظة، والعيال دي بتكون شغالة تدريب تقدر تديك. هو ده اللي هيحصل. فعلي سلكة بصراحة يعني عامل مجهود يشكر عليه. يشكر عليه. هو يعتبر بيلم جيل من الشارع. نفس الوضع هنا. هو هنا باسم اسماعيل من نفس برضه باجتهاده انه لاعب كورة برضه. ده لم جيل من الشارع. ده برضه ليه كل الشكر. 2005 انت 2005 16 سنة. 16 سنة ده يلعب فريق اول. انا كان 18 سنة بفضل الله كنت لعبت ممتاز به. كان الكابتن سيد ديابلة، دكتور رشاد عزقل، كان معايا كابتن كاريكا، كابتن حاتم العربي. بس كان الناشئين ايه يعني؟ احنا لعبنا كان ايه؟ بنلعب ايه؟ ناشئين. احنا كنا ناشئين بنلعب ايه؟ بنلعب فرق الصعيد كلها. كل فرق الصعيد، منفلوط وساج وديروت ومش على الغنايم. النهارده الناشئ بيلعب ايه؟ الدوري بتاع ايه؟ 3 مباريات. معاك مباراة يوم السبت مع مدى 6 اكتوبر، معاك يوم الخميس مباراة مع القلعة، معاك. ايوه. ومع ذلك انت لو زي كده قسم ثالث مدير فني عايز تستعين بناشئين، هتستعين بالناشئ ازاي؟ انا عايز العب الناشئ، العبه ازاي؟ احتك مع مين؟ احتك مع مين؟ ايه الفرق اللي احتك بيها؟
احتك مع مدرسة القلعة، عملوا فرقة ولعبنا مع مدرسة القلعة وكسبنا 3، ولعبنا مع مدرسة مش عارف ناصر كسبنا 5. يا اخوانا ده تهريج، اقسم بالله، اقسم بالله تهريج. فوقوا فوقوا، اشتغلوا، اتحركوا، اتحركوا شوية، اشتغلوا. الناس هنا عايزة، الناس ايه في ايه هنا؟ في ايه هيشغلك غير الرياضة؟ وما وراكش حاجة، انت كمسؤول ما وراكش حاجة، عشان ما تقوليش ورايا حاجة. ما وراكش حاجة. حرك الناس، في كوادر حركها. انا برضه مش عايز انفعل، بانفعال، مش عايز اخش في حاجات عشان برضه، بس هخش فيها بعدين ان شاء الله. انا مش عايز اخش في حاجات عشان ما انفعلش، بس هخش فيها بعدين. مسؤولين اتحركوا شوية. يعني احنا كنا في النادي براعم. انا بوريك برضه في يعني في ناس دماغها شغالة، وفي ناس دماغها معدومة. اقسم بالله. انت كرئيس مجلس إدارة مثلا، تلاقي واحد ناجح. ناجح بمعنى ايه؟ جاي هيرتب لي منظومة البراءة، إداريا ناجح، دماغي شغالة، حسابيا، تنظيميا، وده الأهم، ده أهم شيء. الواقعة دي لا، مش دروك. أنا دروك إيه؟ عشان تعبان كفاية كده، وإن شاء الله بإذن الله أبقى أطلع بعد مباراة الزمالك والترجي. الله ما يحرقوش دم، بس ما يحرقوش دم بإيه؟ ببروتهم، برودهم كلاعيبة. العب، العب وأدي اللي عليك وانت من جوه انت كلاعب كوره من جوه تقبل ازاي انك انت تطلع يعني تطلع عادي كده هزيمه، او تطلع او يبقى في الملعب لا مبالاه. ما انت بتعمل اللي عليك، ونسبه التوفيق دي بتبقى 70%. بس انت نفسك لما تعمل اللي عليك بتبقى انت طالع راضي عن نفسك، انت طالع راضي عن نفسك. انما انت ما تبقاش يعني لا مبالاه لا. فأتمنى يعني إن شاء الله الزمالك بإذن الله يخرج بمكسب إن شاء الله بإذن الله. طبعا كل الأهلاوية بيتمنوا قبل الزملكاوية، وبعدها إن شاء الله بإذن الله الأهلي بإذن الله يبقى موفق بإذن الله ويتصدر أول مجموعته، رغم إنه مش تفرق مع الأهلي أول أو تاني ياخد البطولة. يعني لو وصل للتاني ياخد البطولة، إنما لو خرج لا خلاص، ده الأهلي مثلا خرج، ودي بتبقى كارثة، دي بتبقى كارثة. إنما في الزمالك بحس فرحة، فرحة. بيوتكم ما علينا. أنا عشان تعبان مش هقدر أتكلم، وأتكلم بإذن الله بكرة إن شاء الله نحلل المباراة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.